السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفه مريم. اليوم راح نديرو دي صابلي بكريمه الزبده والججلان. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب وتفضلوا نشوفوا المقادير. هنا نحتاجو دقيق ابيض، فرينه، عندي 250 غرام زبده طريه والا مغقاغين، عندي هنا ربع ملعقه صغيره خميره كيميائيه، عندي فانيليا، حبه بيض، عندي كوب سكر ناعم وكوب نشا اللي هي دقيق الذره. اما لكريمه الزبده نحتاجو زبده طريه 150 غرام عفوا، نحتاجو هنايا مربى مشمش وجلجلان. نحطو هنايا مكونات تاع الكريمه تاع الزبده نخلوها على جنب. وهنا راح نبداو عجينه الصابلي. راح نخلط هنا الزبده طريه مع السكر الناعم. انا قلت لكم كوب تاع 200 مليلتر. عندي كذلك كوب تاع النشا اللي راح نضيفه. هنا عندي خميره كيميائيه وعطر الفانيليا، ونضيف النشا اللي هو دقيق الذره. راح نستعمل يدين انا طبعا كميه يعني صغيره. راح نخلط مليح، نخلطهم حتى كيولي اللون تاعهم ابيض كما راكم تشوفوا. الان راح نضيف الحبه تاع البيض ونخلط مليح هاد الحبه تاع البيض حتى يعني تولي ما تبانش كامل مع الخليط هكذا. وهاد لي صابلي يعني يجو بنان بزاف، لاننا راح نستعملوا كذلك حنطحن شويه ججلان اللي راح نضيفه في كريمه الزبده، راح يعطيها ذوق ما شاء الله. والتزيين كذلك راح يكون بالجلجلان، يعني لي صابلي تاع اليوم لعشاق الجلجلان راح يعجبهم بزاف. هنا نبداو نضيفوا كميه الدقيق، يعني خدات لي تقريبا 250 عفوا حتى 280 هكذا، يعني انا موزنش. نتوما يعني ضيفوا عينكم ميزانكم حتى نتحصلوا على هاد العجينه كما راكم تشوفوا. هي يعني تجي طريه بزاف هكذا. شوفوا لازم تجي شويه تلصق لكم، لانكم يعني حتضيفوا الفرينه كي تكونوا تحلوا فيها وراح تشرب كامل هذيك الفرينه وتيبس لكم. هنا راح ناخذ كميه اللي راح نفتحها، ويعني الشكل تاع لي صابلي تاعكم هذا يعني خاص بكم، كيما حبيتوا ديروا الشكل ديروه. انا هنا اخترت يكون مربع، وفي الوسط يعني عندي لامبورت بياس تاع مارغوريت. لا مارغوريت يعني الورده. راح تشوفوا هنا فتحوا العجينه اولا يعني باليد، على بالكم انه عجينه الصابلي حساسه جدا يعني بالخف وطريه، يعني بالخف تفتح لكم. ناخذ الحلال وروحوا يعني برفق فتحوها غير بالعقل، ويعني السمك تاعها يكون 1 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. وما تنساوش الفرن تاعكم لازم تشعلوه على 180 درجه. اما مده الطهي يعني هذه لازم نتوما تعسوا يعني لي صابلي تاعكم، على بالكم باللي لي صابلي يكونوا رقاق والعجينه يعني تكون حساسه جدا يعني بالخف الطيب. تقريبا خلوها من 10 الى 15 دقيقه، يعني لازم تعسوهم وشوفوهم من الفوق. لازم يقعدوا لكم كومم هكاك بيوضه، ما يتحمروش بزاف، ومن تحت يكونوا هكا كي تشوفوهم تحمروا قلبوا. الا شفتوهم يعني حماروا خلاص نحوهم. هنا عاونوا رواحكم يعني بسكين او بسباتشول صغيره باش تقدروا ترفدوا حبات تاع لي صابلي. وهنا راح ندير ثقب في الوسط هكذايا كما قلت لكم على شكل هاد الزهره. راح تعرفوا علاش يعني اخترت هاد الموديل على جال كريم وبيغ كريمه الزبده. هنا عندي 150 غرام زبده طريه، عندي كوب سكر ناعم وعندي كذلك فانيليا. وهنا طحنت 50 غرام من الجلجلان، طحنته كامل ناعم اللي راح نضيفه كما قلت لكم قبل داخل كريمه الزبده. قلت لكم عندي 200 كوب تاع 200 مليلتر تعبروا به السكر الناعم.
وعندي كذلك عطر الفانيليا اللي راح نخدموها حتى ترجع كامل بيضاء. هنا كما راكم تشوفوا خلاص الكريمه تاعي راهي واجده. راح نضيف لها الان الجلجلان وراح نزيد نخلطها تقريبا دقيقه واحده برك باش هذاك الجلجلان يعني يطلق كامل النكهه تاعو داخل الكريمه. هنا عندي كلش راه واجد. كما راكم تشوفوا لي صابلي تاوعي شوفوا كيفاش طابوا، لازم يطيبوا لكم هكا بيوضه. وراح تشوفوا معايا طريقه التزيين. نبداو اولا بالحبه اللي فيها ثقب في الوسط. راح نديروا مربى او الا عندكم لاجولي تقدروا كذلك ديروا لاجولي، يعني واش عندكم في البيت. هنا كما راكم شفتوا غمستها داخل الججلان، والججلان يعني حب موش مطحون. وهنا حاولوا انكم تحطوا كريمه الزبده تجيكم يعني في الوسط. راح تعرفوا علاش يعني درت هذاك الثقب على شكل زهره. شوفوا معايا هكا باش كي تخرج لكم من الكريمه هذيك من هذاك الثقب في الوسط تاع الزهره حيعطي شكل جميل كما راكم تشوفوا هكذا. راح نعاود معاكم واحده اخرى. نغمسها كذلك هنا في الججلان، نحطها على جنب. من بعد ناخذ القطعه اللي تجي من تحت والكريمه، يعني يكونوا جينيرو يعني في جينيروز في الكريمه، يعني ديروا بزياده. صدقوني انه هاد لي صابلي جاوني يعني ما شاء الله بنان بزاف. اما الاحتفاظ بهم لازم يكون يعني في الثلاجه. حاولوا انكم تكون لي صابلي هذا ديروه اخر يوم يعني قبل العيد هكذا باش يقعد لكم فخي. الان بعد ما كملت كامل الكميه لي صابلي تاوعي راهم واجدين بكريمه الزبده والججلان. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.